السلام عليكم. النهاردة إن شاء الله هعمل معاكم كبدة بالردة. طريقتها سهلة جدا وطعمها لذيذ، بتطلع زي بتاعة المطاعم بالظبط وأحلى. فليه نشتريها بالغالي لما ممكن نعملها في البيت؟ وبعمل معاها سلطة الكبدة اللي بتتعمل بلسان العصفور، وهقول لكم على كل التريكات والنصايح اللي تخلي الكبدة تطلع معاكم طرية ولونها وطعمها وريحتها في منتهى الجمال. يلا بينا نسمي الله ونشوف هنعملها ازاي. بسم الله. اول حاجة معايا كيلو كبدة متقطع شرايح رفيعة، وطبعا كمية الكبدة زي ما انت عايزة اعملي نص او ربع كيلو حسب عدد افراد اسرتك. على فكرة النوع ده من الكبدة فيه بركة، بيدي كمية كبيرة. ممكن بنص كيلو تكفي 4 أو 5 أفراد ياكلوا ويشبعوا. وهنا انا بشيل شريحتين من الكبدة هركنهم على جنب عشان هعمل بيهم سلطة لسان العصفور بالكبدة. وبالنسبة لغسيل الكبدة زي ما انتوا عايزين، اللي بيحب يغسلها اللي ما بيحبش يغسلها. انا عن نفسي لازم بحب اديها شطفة بسيطة تحت الحنفية، وبعد كده بعصر عليها عصير ليمونة وبسيبها تتصفى كويس. واعمل دلوقتي تتبيلة الكبدة، تتبيلة بسيطة لكن بتطعمها وبتخليها بالظبط زي الكبدة اللي بنجيبها من المطاعم. معايا عصير 3 ليمونات كبار، بنزل عليهم بحوالي 10 فصوص توم مفرومين ناعم. كمية التوم دي لازم تكون كده، هي أساسية في التتبيل وهي اللي بتديها الطعم المميز. والتوابل بقى معايا معلقة صغيرة من الكزبرة والملح، ونص معلقة صغيرة كمون، وربع معلقة فلفل اسود، ومعلقة من بهارات اللحمة او من بهارات الكبدة بنجيبها من عند العطار. بقلب كويس قوي كل المكونات دي لغاية ما تمتزج ببعض. وهاخد بقى الكبدة شريحة شريحة وابتدي انزل بيها في التتبيلة واخليها تتشرب كويس من التتبيلة. افرد كده الشريحة عشان مفيش جزء يكون متني ما توصلوش التتبيلة. لازم كده تنزلي واحدة واحدة وتتأكدي انها اتغلفت كويس من التتبيلة. وبعد ما نزلت بكل كمية الكبدة بتاعتي بديهم تقليبة كده مع بعض، وهسيبهم منقوعين في التتبيلة مدة مش أقل من نص ساعة. وفي الوقت ده هبدأ أعمل سلطة الكبدة بلسان العصفور. رفعت حلة على النار وحطيت فيها معلقتين من الزيت. أول ما الزيت بيسخن بنزل عليه بلسان العصفور، 6 أو 7 معالق لسان العصفور. والكمية دي هتعمل لي يعني بولة كبيرة من سلطة لسان العصفور بالكبدة. وببدأ بحمر لسان العصفور لغاية ما بياخد اللون الذهبي. أول ما لسان العصفور بياخد اللون الذهبي الفاتح دلوقتي هنزل عليه بالتوابل، هي نفس التوابل اللي حطيتها على تتبيلة الكبدة، بس مزودة عليها معلقة صغيرة من البابريكا. هسيب لكم كل المقادير هتلاقوها مكتوبة في صندوق الوصف. وبديهم تقليبة مع لسان العصفور يتشوحوا كده، بيدوا طعم وريحة حلوة قوي للسان العصفور. بحمر التوابل مع لسان العصفور مدة نص دقيقة مش اكتر من كده. وبنزل دلوقتي بشريحتين الكبدة اللي كنت فصلتهم عن الكبدة في الاول، قطعتهم لقطع صغيرة جدا، وببتدي بشوحهم مع لسان العصفور تقليبتين 3 كده مدة دقيقة لغاية ما لسان العصفور بيوصل للون الذهبي ده. بس كده انا عايزة اللون الذهبي الحلو ده. ببتدي بوسع كده، بعمل حفرة في النص وبنزل بمعلقة من صلصة الطماطم، اشوحها واحمصها وتاخد من سخونية الحلة كده الاول عشان طعم الصلصة يتغير وتديني طعم حلو. وبقلبها بقى مع لسان العصفور والكبدة. وهنزل دلوقتي بعصير الطماطم، عصير 4 حبات من الطماطم. وبقلب كويس كل المكونات الجميلة العسل دي مع بعض، وشموا بقى الروايح الجميلة. وهضيف دلوقتي حوالي كوباية الا ربع من المية، لازم تضيفوا المية عشان لسان العصفور يستوي كويس.
لان وهو بيستوي هتلاقوه بيشرب كل كمية المية اللي موجودة معاه دي، وهتلاقوا الصوص تقل قوي. وهسيبهم على نار هادية لغاية لسان العصفور ما يستوي. وتعالوا بقى نرجع للكبدة بتاعتنا ونجهزها. وهنا الكبدة بعد ما سبتها منقوعة في التتبيلة مدة نص ساعة، هجهز كفر التغطية. معايا 3 كوبايات من الردة لازم تكون ناعمة. هضيف عليهم نص كوباية من الدقيق، لازم من إضافة الدقيق لأني لو اكتفيتي بكفر الردة هتلاقي الكبدة بعد ما تقليها لونها غامق، لكن الدقيق هو اللي هيخلي اللون ذهبي حلو كده زي بتاعة المطاعم بالظبط. وبضيف دلوقتي التوابل، نفس التوابل اللي حطيتها على الكبدة، ما عدا الفلفل الأسود مش هحطه علشان طبعا ما يديش لون غامق للكفر. وبقلب كويس قوي الردة مع الدقيق والتوابل، وهبدأ اعمل كفر الكبدة. بنزل بالكبدة شريحة شريحة، بغلفها كويس بالكفر، وبضغط عليها كويس قوي بايدي عشان الكفر يثبت عليها. بقلبها من الناحيتين في الردة والدقيق، واهم حاجة لازم تضغطي عليها كويس بايدك. وبكمل تغطية شرايح الكبدة بنفس الطريقة، مش بتاخد وقت مني أقل من 5 دقايق وبكون خلصت الكمية اللي معايا. كده الكبدة بقت جاهزة على القلي. بس تعالوا نشوف أخبار لسان العصفور بالكبدة. كده تمام، لسان العصفور استوى وتسبك كويس مع الصلصة. خلاص كده هطفي عليه بقى جاهز. ما تخليهوش اكتر من كده عشان كل ما بيقعد هيشرب السوائل وهتلاقي الصلصة تقلت قوي، هتحتاجي انك تزوديها مية. لونه حلو قوي وطعمه جميل جدا، جربوه هيعجبكم قوي. هبدأ في تحمير الكبدة. طاسة فيها زيت غزير بسيبه يسخن جدا، وده شرط مهم، لازم الزيت يكون سخن جدا. بنزل بالكبدة بحمرها وبقلبها من الناحيتين أقل من نص دقيقة. ده شرط مهم، ما تخليش الكبدة مدة طويلة في الزيت عشان تطلع طرية وما تكونش مجلدة. مسافة ما بحطها على طول بقلبها على الناحية التانية وبتخرج على طول. كده هتطلع معاكي طرية ولونها حلو ومش بتشد. بتطلعيها على طول تصفيها من الزيت الزايد على مصفى، على شبكة سلك لو عندك، على مناديل مطبخ. بس أنا مش بفضل مناديل المطبخ علشان ساعات المناديل بتكون خفيفة قوي فبتلاقيها مسكت في الكبدة أو أيا كان الحاجة اللي بتصفيها عليها. ما خدتش وقت، عايزة أقول لكم في أقل من 3 دقايق كنت مخلصة كل كمية الكبدة اللي معايا. وهنا زينتها برشة بقدونس، ريحتها جميلة جدا ولونها وشكلها يفتح النفس. الكفر اللي عليها ثابت مفكش، والكبدة طرية وطعمها ولا أحلى من كده. وبقدم معاها سلطة لسان العصفور بالكبدة، لذيذة جدا وطريقتها بسيطة، جربوها أنا واثقة إنها هتعجبكم. وبقدم جنبها سلطة طحينة ومخلل بتنجان وطماطم، أكلة حلوة جدا يعني هتعجب كل اللي ياكلها. أكل مطاعم عملناه في البيت بطريقة سهلة وبسيطة ومش مكلفة، مش محتاجة تعملي جنبها أي حاجة تاني. بتحتاجي بس عيش بلدي أو عيش شامي زي ما بتحبوا، بتعمل سندوتشات مع سلطة الطحينة الله عليها. وبكده أكون وصلت لنهاية الفيديو، أتمنى يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا. أسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.